اساسيات لازم تكون عندك في المطبخ تبقي كسبانه لو جبتيها. ده غطا سيليكون حراري مانع فوران، انسي الفوران اللي بيحصل وبيبهدل البوتاجاز. الغطا مناسب لاي مقاس حله، وكمان بيدخل الفرن عشان لو عندك حله او طاجن من غير غطا. ده بقى سلك تنظيف جواه صابون بينضف المواعين الالومنيوم، بيرجعها جديده في ثواني حرفيا. بنضف بيه كمان المواعين كلها والحوض والبوتاجاز خلال دقايق، بتكون كل حاجه نظيفه وبتلمع. المشكله اللي بتواجهنا كلنا واحنا بنستخدم الهاند بلندر الطرطشه، ده غطا مانع طرطشه للهاند بلندر. والحلو فيه كمان ان مقاسه كبير، يعني هيناسب اي بوله هتستخدميها. دي علبه جلافزات فيها كتير قوي، الجلافزات خامتها حلوه قوي، هتقدري تستخدميها كتير قوي. هو من الاساسيات اللي لازم تكون موجوده عندنا لانه هيحافظ على ايدينا من الصابون والمنظفات. الماسك ده بقى اختراع عملي جدا، وخصوصا للناس اللي عندها الميكروويف. كل مره كنت باجي اطلع طبق او اي حاجه متسخنه في الميكروويف ما كنتش بقدر امسكها. الماسك ده بجد رهيب. دي بقى علبه مناديل للمطبخ، العلبه فيها اكتر من 500 منديل. شايفين قوه المنديل عامله ازاي؟ هنقدر نستخدمها في تنظيف وتلميع كل حاجه في المطبخ، ومش بس هنستخدمها مره واحده، لا احنا هنغسلها وهنستخدمها كتير قوي. وكمان نقدر نستخدمها للاكل زي البانيه والبطاطس. مين فينا بتيجي تطلع التلج من الفريزر وما بيبقاش ريحته توم وصلصه؟ طبعا مفيش حد. ده بقى قالب تلج اكليريك، بضغطه واحده بينزل التلج بالشكل ده، ومعاه كمان الجاروف ده. اخيرا هقدر اشرب العصير والايس كوفي من غير ما ريحتهم ما تبقى توم وصلصه. دي بقى فوطة مطبخ، الخامة بتاعتها حلوة قوي وناعمة، والكثافة بتاعتها تقيلة جدا، بتمتص المية بنسبة 100%. ودي حلوة قوي لتنشيف الايد، وكمان ممكن نخصص واحدة لتنشيف الاطباق. كل الحاجات دي هتلاقوها موجودة عند يور هوم باي رضوى، انا عامله لها منشن تحت في الكابشن.